السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وصفتنا النهارده سهله وبسيطه جدا، ما تاخدش منك وقت ولا مجهود باذن الله. لو عندك كده نص كيلو بانيه في الفريزر ومحتاره تعملي ايه ومش عايزه تقفي كده تحمري بقى ولا تعملي بانيه وخطوات كتير، هنعمله النهارده احلى كفته فراخ بطريقه سهله وبسيطه جدا، تطلع معاك جوسي كده ومتماسكه وطعمها تحفه. تعجبك جدا باذن الله وتعجب الولاد. ولو اول مره تشوفيني يا ريت ما تنسيش تضغطي لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول ما تنزل باذن الله. في الاول كده انا معايا اول حاجه نص كيلو بانيه، ومعايا الخضار بتاعي عباره عن طماطمايه متقطعه رباع، بصلايه متقطعه رباع، قرن فلفل حار ده اختياري، تقدري تشيليه وتقدري تحطيه. هضرب كل المكونات دي مع بعضها، هفرمها فرم ناعم. هاخد بقى كل اللي انا ضربته ده هنزله في البوله بتاعتي، وبعدين هصفيه. انا محتاجه اصفي كل السوائل اللي في الخضار بتاعي، محتاجه بس اخد التفل بتاعه والميه بتاعتي، طبعا مش هنرميها. الميه دي هنقول هنعمل بيها ايه دلوقتي. انا هصفي بقى الخضار بتاعي اللي انا ضربته في الكبه. وصفه سهله وبسيطه، ما تاخدش منك وقت ولا مجهود، وباذن الله تعجبك جدا. ولو لسه ما عملتيش لايك يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. تقدري تعمليها بنص كيلو بانيه. إيه لو عندك صدور تمام، لو عندك اوراق مع الصدور تقدري تعملي ميكس ما بين الاتنين، برضو تبقى حلوه جدا. انا كان متوفر عندي بانيه بس، فانت شوفي ايه المتوفر بالنسبه لك اعمليه. لو في اوراق وفي صدور تقدري تعملي خليط بالاتنين هيبقى احلى طبعا. انا هصفي كل الخضار اللي انا ضربته في الكبه، طبعا انا الميه دي مش هرميها. هنشوف هنعمل ايه مع بعض بقى دلوقتي. انا كده خلاص صفيت كل السوائل اللي كانت معايا في الخضار. هجيب الكبه بتاعتي تاني، هحط فيها بقى ايه البانيه بتاعي، هفرمه فرم ناعم. معايا نص كيلو من البانيه هفرمه فرم ناعم خالص. كده الفراخ بتاعتي اتفرمت وبقت ناعمه على الاخر. هاخد بقى الفراخ بتاعتي اللي انا فرمتها، هضيفها على الخضار. هضيف البهارات بتاعتي وهي عباره عن ايه، عباره عن ملح وفلفل، ومعايا معلقه كبيره من 7 بهارات، معلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كزبره. وباذن الله انا هكتب لك كل المقادير في صندوق الوصف عشان لما تحبي ترجع لها تلاقيها موجوده. وهيضيف معايا عودين من الكزبره المفرومين. انا هنا معايا عودين كزبره كنت فرماهم برضو فرم ناعم، وهضيف عليهم البهارات بتاعتي. الخطوه الجايه دي بقى، وعندي هنا معلقتين من الدقيق ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ودي ما ننساهاش بتبقى مهمه جدا في الكفته، بتدي لها هشاشه جدا وتبقى تحفه. ما ننساش معلقه البيكنج باودر. الخطوه الجايه ان انا هقلب كل بقى المكونات دي مع بعضها كده، ايه اعجنيها من الاخر. عايزاكي كده تفرميها تمسكيها كده بايدك بقى لغايه ما كل ده يمتزج مع بعضه. هنشيل بقى الاسباتيوله بتاعتنا دي ونعجنها كده مع بعض بقى. عايزه كل الخليط ده يمتزج مع بعضه، تحس ان الانسجه كده مسكت كلها في بعض. انا كده بعد ما خلصت كده مسكتها وعجنتها كلها مع بعضها جامد لغايه ما كل المكونات دخلت مع بعضها. هسيبها في التلاجة بقى على الاقل كده حوالي نص ساعه. هغطيها وادخلها التلاجة. دي بعد ما خرجتها من التلاجة، دي المية بتاعتنا اللي احنا صفيناها من الخضار، هضيف عليها معلقة صغيرة من الملح،
دي نص معلقه طبعا، مش معلقه كامله، وشعره كده من الفلفل الاسود، ومعلقتين من الزيت. هقلب كده كله مع بعضه. هجيب بقى الاسياخ بتاعتي، تقدري طبعا تصبعيها على اي حاجه. انا جبت اسياخ اللي هي الشيش، خدت كل سيخين مع بعض وصبعت عليه. وقبل ما بصبع بحطها في ميه عشان بس الاسياخ ما تتحرقش منك وانت تحطها في الفرن. تقدري تسويها على جريلا مفيش مشكله، تقدري تسويها في الفرن برضو، بس هي الافضل انا حطيتها في الفرن في صينيه على صاج كده، وفوقها شبكه. حطيت في الصينيه بتاعتي ميه وهي على الشبكه، يعتبر كده كانت متسويه على بخار ميه. صبعيها بقى على سياخ، صبعيها بقى، هتحبي مثلا تكوريها، شوفي ايه اللي يعجبك تعمليها. مش هتقولك لا، وصفه سهله وبسيطه جدا وهتعجب الولاد، وان شاء الله ما تاخدش وقت ولا مجهود. ولو محتاره في اي غدا دي هتنجزك في ثواني. انا ببل ايدي من الميه اللي انا عاملاها بتاعه الخضار، اللي انا مصفياه من الخضار، واحط عليها الملح بس. وفي الاخر هيتفضل معايا شويه، بعمل ايه بقى اللي بيفض منها؟ والكفته في الفرن بدهنها، بجيب فرشه كده وكل شويه اطلع الكفته وادهنها. ادهنها كده ايه من الميه دي، بتخلي طعمها تحفه وتخليها جوسي كده وطريه معاكي. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا، وهتقولي رايك باذن الله في الكومنتات. انا هنا بعد ما خلصتها وقطعت معاها كده ايه شويه خضار، حطيتهم برضو في السياخ، وادخلهم الفرن بقى. هتطلع معانا بالجمال والحلاوة دي، بجد طعمها خطير جدا. طرية كده، وما يعني بصي جوسي كده من الاخر، تاكليها من جوه مهاش مكتومة، لا تحفة. انا حبيت بقى اديلها ايه طعم وريحة الفحم، فجبت فحماية واحط عليها كده معلقة من الزيت، طبعا الفحماية ده انا مولعاها، واغطيها بقى. غطيها كده بورق فويل تكون خدت ريحة الشوي بتاعتك. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وصفة سهلة وبسيطة، واتمنى استنى رأيكم بإذن الله، ويا رب تكون عجبتكم. شايفين قد ايه طريه بصي، تحسي كده ان طعمها تحفه. انا بصراحه مش ما كنتش من مؤيدينها قوي، بس عجبتني جدا وعجبت الولاد قوي. فان شاء الله هتجربيها وهتقولي لي رايك فيها ايه. بألف انا على قلبكم.